السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السورة التي أحببتها من أعماق قلبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو ينفع أقول بحب السورة دي ومش بحب السورة دي؟ حاشا لله أن نقول ذلك، فالقرآن كله كلام الله عز وجل، ونحن نحب كل كلمة في كتاب الله، بل كل حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هناك سورة أحب أن أقرأها كثيرا جدا لعظم الأجر والثواب في تلك السورة، ألا وهي سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري ومسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فتخيلوا حضراتكم إن لو قرأنا قل هو الله أحد 3 مرات لن تستغرق دقيقة واحدة يكتب لنا أجر ختمة قرآن كاملة بفضل الله. وليس معنى ذلك نحن نقرأها ولا نقرأ القرآن كاملا، بل نقرأ القرآن كاملا وما بين الحين والآخر نكرر سورة الإخلاص بأي عدد بفضل الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يا الله، تخيلوا بقى بيت في الجنة، لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطها من المسك الأذفر وحصباؤها من الياقوت والمرجان، كل ذلك يبنى بأن احنا نقرأ سورة الإخلاص 10 مرات بفضل الله. بل ورد أيضا في البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية، فكان هذا الرجل يقرأ لأصحابه في صلاتهم ثم يختم لهم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لماذا يصنع ذلك؟ فقالوا لما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله قد أحبه لحبه إياها. الله أكبر. بل ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة. النبي ما قالوش يعني إيه بتحب السورة دي، يعني بتحب السورة دي وما بتحبش بقية السور، أبدا، يحب كل السور، لكن هذه السورة لها قدر أعلى في قلبه. فبيقول له: إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر. فكيف نغفل عن تلك السورة وفيها تلك الأجور العظيمة؟ قراءتها 3 مرات تعدل ختمة قرآن، قراءتها 10 مرات يبنى لنا بها بيت وقصر في الجنة، حبنا إياها يدخلنا الجنة، بل ويجعلنا نفوز بمحبة الله، ومن فاز بمحبة الله فاز بكل المناقب. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. بل وفي البخاري في الحديث القدسي أن الرب الكريم العظيم العلي يقول: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فلا تغفلوا عن سورة الإخلاص. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.